بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشاهدات في قناتي قناة ليان والجنان. جيتكم اليوم بفيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم جبت لكم حلوة المروحة اللي راها دايرة حالة في مواقع التواصل الاجتماعي. جبتها لكم بلمستي الخاصة وبطريقة سهلة ومبسطة، ونتمنى ان شاء الله تجربوها. واذا عجبتكم الوصفة والفيديو نتمنى تبارطاجوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء لتعم الفائدة ان شاء الله. نروحوا للمقادير وكيفية التحضير. شنحتاجو في هذه الوصفة. بسم الله. عندي 125 غرام تاع زبدة، ملعقة كبيرة تاع كاوكاو كنت حمصته وطحنته، ملعقة ونصف كاكاو بني، رشة تاع الملح، لافاني، نصف ملعقة صغيرة لا ليفور، حبة تاع البيض، ملعقة كبيرة نشا عفوا، والفرينة باش نلمو العجينة. وعندي ملعقة كبيرة سكر ناعم. درت في ان ريسيبيون 125 دهان. غادي نضيف لها ملعقه كبيره تاع سكر كلاصي، تخلطوها جيدا. نخلطوها مليح حتى يدخل كامل هذاك السكر في الزبده. غادي نضيف لها حبه تاع البيض، نضيف لها رشه تاع الملح، ولافاني. خلطوهم جيدا كما تنجمي تخدمي بالباطير. بعد ما خلطتها مليح غادي نضيف لها ملعقه كبيره تاع كاوكاو عفوا كنت حمصته وطحنته، ملعقه ونصف كاكاو. نخلطوهم جيدا. هنا بعد ما خلطتهم مليح غادي نضيف عليهم ملعقه تاع المايزينا اللي هي النشا، ونضيف الفرينه تدريجيا مع نصف ملعقه لا ليفور، ملعقه صغيره لا ليفور. والفرينه دائما نديروا الفرينه تدريجيا ما نيبسوش الحلوى العجينه تاعنا هكا. الحلوى تاعنا تجي هشيشه وتجي شابه. هنا نفضل نخدم بيديا. هنا بعد ما جمعت العجينه غادي نحلها في كيس بلاستيكي هكا باش تسهل عليا الخدمه. نحلها بحلال في كيس بلاستيكي ونطبعها دوائر. غادي نخدم بهذا الطابع. وغادي نشكل ثقبه في الوسط. غادي نديرها في صينيه مرشوشه بالفرينه وندخلها للفرن اللي كنت شعلته من قبل.
هنا بعد ما كملت كامل الكميه غادي ندخلهم للفرن ونروحوا لكريمه الزبده. اش نحتاجو فيها؟ نحتاجو فيها 60 غرام تاع زبده درجه حراره الغرفه، ملعقه كبيره سكر ناعم، ملعقه كبيره بودره الشونتيي. غادي نخلطهم بالباتير. هنايا نضيف ملعقه كبيره تاع سكر ناعم على 60 غرام تاع الزبده. غادي نطلعهم مليح حتى يبيض اللون تاعهم. نضيف ملعقه كبيره بودره الشونتيي تدريجيا. ضروري يبيض اللون تاع الزبده وتكون كريمه الزبده تاعنا جاهزه. هنايا ذوبت في هذه المرحله، ذوبت الشوكولا بيضاء وجبت هذا المول تاع المروحه. كاين هذا المول يدير 7 ميل وكاين مول اخر يدير 30 ميل نفس الشكل. انا فضلت هذا المول. غادي ندير شوكولا بلون، نمشيها مليح. لازم ندخلوها غايه في الحروف تاع المروحه باش يخرج معنا الشكل مليح. هنايا درت لاكولور الزوجه، ذوبت شوكولا بالحليب وضفتها على الشوكولا بيضاء، عطاتني لاكولور بيج. تضيفيها تدريجيا وتشوفي لاكولور اللي كي باغيتها تحبسي وتعمري لي مول تاعك. وهنا بعد ما برد الكاطو تاعي غادي نلصقه بكريمه الزبده، نديرو طبقه رقيقه. غادي نبلع الحبه تاع الكاطو. نخدمها بالحواف بالنيسلي ونرمدها في الكاوكاو ونعمر الثقبه اللي في وسط حبه تاع الكاطو بالنيسلي ونزينها بالشوكولا. كيما تنجمي ديري قطايف تحمصيهم وديري تزينيهم من الحواف، غادي يعطولك شكل شباب. غادي نزيد معكم حبه الزوجه. غادي نزينها بالشوكولا اللي كنت وجدتها معكم من قبل. لا انا خدمت البلون والبيج والمارون. وغادي نشوفوا الحلوى تاعنا في صحن التقديم ان شاء الله. هاودي الحلوى تاعي بعد ما وجدتها، شوفوا المنظر تاعها يجي بزاف شباب والذوق اروع. غادي نقسم معكم حبه.
نتمنى ان شاء الله تجربوها، واللي اول مره راح تشوف الفيديو نقولها ما تنسانيش بالجيم والاشتراك والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. نلتقي في وصفه اخرى في فيديو اخر ان شاء الله.